صباحكم خيرات حسان. ايه علاقة ده بالحدود؟ وخليكم فاكرين انه الانسان مواقف، وانت ليك الحرية انك تختار مواقفك. يلا بينا نشوف الموضوع. في الفترة الأخيرة حصلت دوشة كتيرة قوي على صلاح، وازاي ان هو ما طلعش وما تكلمش على اساس ان هو واحد معروف جدا 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 في الكورة، وناس كتير بتشجعه وناس كتير كانت ورا منه، وانه هو هيأثر على ناس كتيرة جدا جدا، وبالتالي الناس كانت شايفة انه المفروض ان هو يطلع ويتكلم، وانه هو واحد من الناس المؤثرين من وجهة نظرهم، وكمان ان هم شايفين ان هو قدوة، فالمفروض ان هو يعمل 1 2 3 4. هل ده صحيح؟ هل حقيقي انه المواقف بتاعه القدوة احنا المفروض ان احنا نتحكم فيها؟ فين حدود الموقف ده؟ فين حدود اللي نقدر نتكلم في الحاجات اللي زي دي؟ انا محتاجة اعرف الحدود ما بيني وما بين القدوة اللي انا بحطه. الفيديو ده خصوصا للشباب والبنات، لان هم تقريبا الفئة الكبيرة قوي اللي كانت بتتكلم في الفترة اللي فاتت دي. وانتي لو ام وبتسمعيني فده دليل او طريقة او كتالوج كده تقدري تقعدي وتتكلمي مع ابنك او بنتك فيه بالطريقة اللي تفهميه، لو انت عايزة توضحي له ايه هي الحدود وازاي نقدر نرسمها وازاي نقدر نفهمها، فالفيديو ده هيفيدك جدا. خلينا نفهم شوية كده معنى الحدود. قبل ما هبدأ اعملي لايك سبسكرايب في الفيديو في القناة اليوتيوب بتاعتي، لان احنا هنبدأ ندي او نحط فيديوهات الفترة اللي جاية كتير. ممكن كل يوم هحط فيديو ان شاء الله، فتابعوني واعملوا لايك واعملوا سبسكرايب عشان يجيلكم كل فيديو جديد انا هحطه. طيب، الحدود هو الحد الفاصل ما بين اللي انا امتلكه واللي انت كشخص تمتلكه. ده احنا عارفينه، الناس اللي متابعاني فعارفه كويس قوي ان انا بتكلم في الحدود، وعارفه انه الحدود هي ما امتلكه وليا كامل الحريه في ان انا اتصرف فيه، وانه التاني او الشخص التاني او الطرف التاني ما يمتلكه وما له كامل الحريه في ان هو يتصرف فيه. صح كده؟ طيب، لو احنا جينا في الموضوع بتاع صلاح يا جماعه، انا معاكم ان هو قدوه، معاكم ان هو شخص مشهور جدا، معاكم انه بيتابعوا ناس بالملايين من كل العالم كله، انا معاكم ده. بس تعالوا نفند كده شويه، احنا طرفين. انت الطرف اللي انت شايف انه صلاح المفروض يعمل ويعمل ويعمل، وهو طرف شايف هو المفروض يعمل ايه. ايه هي حقوقك وحدودك، وايه حقوقه وحدوده اللي هو بيرسمها او اللي انت بترسمها، عشان كل طرف يحمي نفسه ويحمي حريته اللي هو يقدر يتحكم فيها او ياخد قراراته فيها من غير ما الناس او حد تاني يفرض عليك ده. دي الحدود، صح؟ بتحمي حرياتنا. تمام؟ تعالوا نشوف. انت كشخص شايف انه صلاح انت حاطه في مرتبة القدوة، وبتتابعه بقالك كتير وبتشجعه بقالك كتير من اي مكان في العالم. ايه اللي المفروض يحصل؟ ايه هي حدودك وايه هي حقوقك على صلاح؟ صح كده؟ خلينا نتفق اتفاق ان انت من حقك انك تحط صلاح قدوة او في لستة الناس القدوة اللي عندك، صح كده؟ بس زي ما حطيته، زي ما تقدر في نفس الوقت تشيله من الليستة دي. دي حقوقك، دي حريتك، دي حدودك اللي انت تقدر تتحكم فيها. ان انا اقدر احط صلاح، اقدر احط فلان وفلان في الليستة بتوع القدوة بتوعي. حلو الكلام؟ حلو جدا. زي ما انت حطيته على الليستة دي، انت بكامل حريتك تقدر تشيله، ومحدش هيلومك، ومحدش هيقدر يقولك انت ليه عملت كده. انت اللي حطيته وانت اللي بتشيله. دي حريتك الكاملة، دي حريتك، وما تسمحش لحد ان هو يقولك اه او لا، لان كل واحد وجهات نظر. كل واحد بيحط القيمة او القدوة بتاعته بناء على قيمه هو ومعتقداته هو. فلو صلاح في فترة ما حقق قيم ومعتقدات عندك او عندك، فبالتالي وصل ان هو يبقى في لستة القدوات اللي عندك، فممكن في وقت ما صلاح يكسر قيمة من القيم اللي عندك، هي قيمة اساسية عندك لكن مش قيمة اساسية عنده، وبالتالي هيخليك تشوفه بشكل مختلف، وبالتالي هتنزله. لو هو في المرتبة التانية ممكن تنزله للثالثة او الرابعة، او تشيله خالص من القيم بتاعتك.
من القدوة بتوعك، ده انت حر فيه. فزي ما حطيته في لستة القدوة عندك او عندك، تقدري ببساطة تشيليه من وسط من لستة القيم او القدوة اللي عندك. موضوع بسيط يا جماعة، ودي حدودك ما حدش يقدر يقولك لا عليها. ده رقم 1. رقم 2، الانسان مواقف زي ما اتفقنا في الاول. لو انا قلت لك حط صلاح او حتى غير صلاح، اي شخص تاني، انا هنا بتكلم على اي حد مشهور، اي حد معروف، طبقوا عليه النقاط دي يا جماعة، وطبقوا على نفسكم النقاط دي. الانسان مواقف، اتفقنا على ده صح؟ طيب لو انا قلت لكم حطوا صلاح او اي واحد من الناس اللي شايفينهم قيمة او قدوة عندكم، حطوهم بسكيل من 1 ل10، هياخد سكيل كام؟ 7 8 اي سكيل من السكيلز دي. لو صلاح اخد السكيل بتاعه ل10 وفي موقف واحد من ضمن المواقف كلها خذلك فيها او حسيت ان هو لا مش هو ده اللي المفروض يحصل، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت ممكن تنزله درجة، ممكن ما تشيلوش خالص بس هتنزله درجة، وتقارن وتقيم تشوف هل المواقف الكتير اللي هو عملها قصاد موقف واحد بالنسبة لك ما كانش كويس هيخليني اشيله، هيخلي الشخص ده يبقى خارج نطاق نظري مثلا او خارج نطاق قيمي. محتاجين يا جماعة ان احنا يبقى عندنا نوع، احنا امة محمد، احنا الامة اللي فيها التوازن، اللي فيها الوسطية. فمحتاجة ان انا اقيم، ما ينفعش يبقى عندي يا ابيض يا اسود، يا هو قدوة وانا بتبعه وانا بشوفه وانا بشجعه ولا ان في نظرة او في ثانية بشيله خالص من الحتة دي. الموضوع مهم قوي قوي ان احنا نقيم ده. خلي جوانا كده نوع من الهدوء ونوع من السواسية، نبقى مش السواسية بقى، نوع من الوسطية اللي نقدر بيها نقيم الدنيا دي. وانا متأكدة ان انتوا الشباب دلوقتي بقى عندكم الحتة دي فيها وعي كبير قوي بشكل كبير جدا. ده رقم 2. طيب رقم 3، اللي مش من حقك بقى، الحدود اللي انت بتتخطاها ايه هي؟ احنا قلنا حاجتين 2 دي حدودك وحقوقك. ايه الحدود اللي مش من حقك انك تعملها؟ انا مش من حقي ان انا اشتم صلاح، مش من حقي ان انا اشتمه، مش من حقي ان انا افرض عليه ما هو مفروض من وجهة نظري انا فافرضه عليه هو. ده مش من حقي، ما ينفعش. ليه؟ لان دي هو شايفها، هو بيقررها، هو دي حياته، وهنشوفها في الحتة اللي جايه. لان انت لو شتمته او فرضت عليه حاجة هو لازم يعملها، فانت شايفها من وجهة نظرك هي اللي صح، انت كده بتتعدى حدوده، انت كده بتحد من حريته. لو حطيتك انت في الموقف ده مع ماما او بابا بيقولك انت لازم تعمل حاجة من وجهة نظرهم هو المفروض انها تتعمل، او من وجهة نظرهم هو ده الصح اللي لازم يتعمل، انت نفسك هتحس ان انت متضايق، انت نفسك هتحس ان انت حريتك متأيدة. فكمان ما ينفعش نعمل ده مع الناس التانية. في قانون من قوانين الحدود اللي هي ريسبكت، بريسبكت ردود افعال الناس التانية لما باجي ارسم حدود، زي ما انا ببقى عايزاهم يحترموا كمان حدودي. بريسبكت يعني بحترم، فخدوا بالكم من الحتة دي. فان مش من حدودك او مش من حقك هو ان انت تفرض عليه حاجة هو لازم يعملها. يبقى احنا عندنا 2 دي حدودنا من حقنا نعملها، وفي حاجة دي مش من حقنا ان احنا نعملها، مش من حقنا ان احنا نشهر بيه على الفيسبوك او على اي حاجة من الحاجات بتاعة السوشيال ميديا اللي موجودة، مش من حقنا. تمام؟ سيبكم من الدوشة اللي ورايا، ركزوا معايا. طيب تعالوا نشوف بقى الطرف التاني اللي هو صلاح نفسه، نشوف ايه هو اللي من حقه وايه هو اللي مش من حقه، ايه هي حدوده وايه هي اللي مش من حدوده. تمام؟ طيب من حدود صلاح اللي يقدر يرسمها لنفسه عشان يحافظ على حريته ويحمي نفسه منكم ان هو يتكلم او ما يتكلمش. يا جماعة ده حقه انه يتكلم او ما يتكلمش، ده حقه. انا ما ينفعش ان انا افرض، محدش ينفع يفرض عليه هو يتكلم امتى او ما يتكلمش امتى، او يتكلم اصلا وما يتكلمش، دي حقه. الحاجة التانية هو مش ملزم، ودي حدوده من حقه كمان، انه ما يلبيش طلباتك. هو مش ملزم انه يلبي طلباتك.
بيتابعوا آلاف مؤلف، أي حد مشهور بيتابعوا ملايين، مش آلاف كمان، ده بيتابعوا ملايين. إزاي هيقدر يرضي كل الناس دي؟ هو يا جماعة مش قاعد عشان يلبي طلباتكم ورغباتكم، فبالتالي هو من حقه إن هو يعمل ما يناسبه بناء على قيمه، بناء على معتقداته، بناء على أفكاره، بناء على مشاعره، بناء على ظروفه. هو يقدر يعمل ده، هو حر، محدش يقدر يقول انت بتعمل ده ليه. الحاجة التانية اللي مش من حق صلاح بقى يعملها، هو مش من حقه ان هو يجي يقولك انت ليه شلتني من قائمة الناس القدوة اللي في حياتك. تخيل كده، يجي يقولك انت ليه ما بقتش بتشجعني، انت ليه شلتني من قائمة الناس القدوة اللي في حياتك. احنا قلنا ان من حقكم ان انتوا تشيلوه من القيمة من الناس القدوة، لكن كمان خدوا بالكم ان هو مش من حقه يجي يقولك لا انت لازم تشجعني، انت لازم تبقى ما تعمليش مثلا انفولو، ما تعمليش مش عارفه، ولازم تكون موجود وتحطيني في القدوه زي ما انا كنت في الاول. ده مش من حقه. تمام. في حاجه مهمه جدا احنا محتاجين نعملها، حقيقي محتاجين نعملها. محمد صلاح ليه متابعين كتير جدا، خدوا بالكم في الحته دي. ده صحيح، ومحمد صلاح مؤثر في ناس كتير جدا، مؤثر بشكل كبير قوي في ناس في كل حته في العالم كله، ده حقيقي. لكن خليني نتفق على اتفاق يا جماعه، نعطي لكل شخص قدره على قدره. وهنا انا ما اقصدش ان محمد صلاح قدره قليل، بالعكس انا عايزاكم تدوا محمد صلاح قدره كبشر يصيب ويخطئ. لان احنا بكرة لو جه قال لنا كان في ظروف 1 2 3 4، ممكن محمد صلاح، ممكن انت نظرتك تختلف فجأة للموضوع وتقول والله ده كان معاه حق. فاعطي كل شخص على قدر، احنا بشر على قدره، ليس بالاقلية ولا بالدونية، بالعكس احنا بشر نصيب ونخطئ. وقد يكون، وتعالوا نبصوا على ما بعد، يعني ما وراء الدنيا دي كلها. يمكن ربنا ما قدرش صلاح ان هو يتكلم علشان خاطر العالم كله غير المسلمين يشوفوا بعينيهم هم، مش بعين صلاح، يشوفوا بعينيهم مدى صبر وشجاعة وبسالة اهل غزة، فيبدأوا يدخلوا في الاسلام. لانهم لما يشوفوا بعينيهم هم هتبقى اعمق وجذورها اقوى من ما صلاح يقول، صح ولا لا؟ فقد يكون تقادير ومقادير ربنا ابعد من مقاديرنا احنا. قد يكون ربنا سايب شيء، عايز الناس هي اللي تشوف صبر الناس اللي موجودة في غزة وبسالتهم وحمدهم لربنا، زي ما احنا شفنا دلوقتي الفترة اللي فاتت ان هم بيقولوا الحمد لله، والناس بقت مستغربة لده، وناس كتيرة بقت بتدخل في الاسلام. فعايز ربنا يرجع النصر لاصحابه الحقيقيين، مش عشان صلاح قال والناس انتشرت والكلام انتشر واحنا عملنا عشان خاطر صلاح عمل او ايا مكان مين من المؤثرين. فربنا عايز يرجع لكل واحد حقه في النصر والشجاعة و فلو سمحتوا خلينا أمة وسط، خلينا نفهم حدودنا اللي من حقنا ان احنا نعملها او نرسمها، ونحترم حدود الناس التانية اللي من حقهم ان هم يرسموها. وبلاش نكون بنرسم حدودنا، نحافظ عليها ونخاف ان محدش يكسر حدودنا، وبكل بساطة نكسر حدود الناس اللي حوالينا. احنا محتاجين وسط الشباب، وسطكوا انتوا وصبيان وبنات او شباب وبنات، ان احنا، انا حابة ده جدا، ننشر ثقافة الحدود ونفهمها ونحترمها ونتعمق فيها ونعتنقها، لانها حاجة من الحاجات المفيدة واللي موجودة اصلا عندنا في الدين الاسلامي. فلو سمحتوا اعطي كل ذي قدر قدره، وفهموا ان احنا بشر، وفهموا ان ربنا ليه رسالة من كل حاجة. قد تكون رسالته ليك في الحتة اللي زي دي ان انت تحط كل واحد في قدره الطبيعي كبشر بيصيب ويخطئ. ان انت ممكن تكون رسالته ان هو بيقولك انت حر وليك كامل الحرية انك تختار، انت شخص بتختار، فاختار مين هو اللي يبقى قدوتك، اختار مين هو اللي يبقى موجود عندك في القائمة دي، واختار تشيل مين وتحط مين. بس قيم لكل واحد مواقف
فلو موقف واحد بس هو اللي خذلك فيه، اخبار المواقف التانية ايه؟ فخدوا بالكم يا جماعة، احنا مش ابيض واسود، في منطقة وسط محتاجين ان احنا نفهم المرونة اللي موجودة فيها. كان معاكم كوتش نهى موسى، باوندري كوتش او نهى بتاعت الحدود. اشوفكم على خير، واستنوني في فيديوهات تانية على اليوتيوب. تاني هقول لكم اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا شير لاولادكم، تعملوا شير للناس عشان خاطر الناس تفهم وتعرف ان احنا محتاجين نرسم الحدود وازاي نرسمها صح. اشوفكم على خير، باي باي.